العنف ضد المرأة. العنف ضد النساء والفتيات هو انتهاك واسع النطاق ومدمر لحقوق الإنسان، يحدث في كل زمان وفي جميع أنحاء العالم، ولا يزال هذا النوع من العنف غير مبلغ عنه إلى حد كبير ولأسباب كثيرة، وآخرها انعدام الثقة في السلطات، ونتيجة لذلك يبقى العديد من الجناة أحرارا دون عقاب. ففي 25 من شهر تشرين الثاني من كل عام يتم إحياء اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة في جميع أنحاء العالم. هذا اليوم الذي تقر فيه المجتمعات كافة باستمرار العنف، حيث يشهد العالم حاليا تفاقم لهذا الوضع، فلا تزال العديد من النساء والفتيات تعانين في حياتهن من الواقع اليومي للعنف داخل الأسرة أو في الأماكن العامة. فالعنف القائم على أساس النوع الاجتماعي هو مصدر قلق واسع النطاق في مجال حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وبالرغم من المقاومة التي تبديها النساء في عدة بلدان من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلا أنه يغلب العادات والتقاليد المنغلقة على ذاتها التي تكبل النساء تحت مسمى الدين. فبذلك يستمر العنف والتمييز المجحف الذي تواجهه النساء، ولا سيما إقصائها في مجالات كثيرة من الحياة، وألزامية ما يتوجب عليها أن ترتدي، وتعدد الزوجات، والميراث، وحضانة الأطفال، وجنسية الأطفال. كما لا تزال النساء تواجهن تمييزا وعنفا بصفة يومية في مختلف أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في ظل تقاعس الحكومات الشديد عن وضع حد لعمليات الاعتقال والاختطاف والاغتيالات التعسفية، أو ما يسمى بالقتل تحت مسمى الشرف، وغير ذلك من أشكال العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي. ويستمر تسجيل وقوع ما يسمى بعمليات القتل تحت مسمى الشرف في العراق وإيران، الأردن ولبنان، وكذلك الكويت، في ظل تقاعس السلطات عن اتخاذ الإجراءات من أجل مقاضاة الجنات. وفي مصر تذبح وتطعن النساء، ولا يوجد قانون يجرم العنف ضد المرأة، إذ تتوالى جرائم العنف ضد النساء والفتيات، وقد هزت المجتمع المصري وألقت الضوء على ثغرات اجتماعية وقانونية تترك النساء عرضة للاعتداءات والمضايقات. أمثال نيرة أشرف 21 عاما تلقت 19 طعنة، وتبين أن المدان بقتلها كان يتعرض لها منذ ما يقارب العام بعد أن رفضت الزواج منه. وكذلك كل من سلمى بهجت قتلت طعنا، وخلود درويش التي قتلت خنقا، وريما عنان من الجزائر التي قتلت حرقا. لا بد من التثبيت بأن العنف ضد المرأة هو كذلك عنف وانتهاك صارخ بحق المجتمع برمته، وعلى المجتمعات بأكملها أن ترد على هذا الوضع، لأن هذه المسؤولية لا تقع على عاتق النساء فقط في عملية التغيير والتحويل الديمقراطي للمجتمع، بل هي بالدرجة الأولى تتطلب من الرجال أيضا أن يلعبوا دورا في الانعتاق والتحرر من الذهنية الذكورية السلطوية التي مورست وتجذرت منذ آلاف الأعوام، وجعلوا منها حقيقة واقعة، وعلى المجتمع الرضوخ لها. فعلينا الإثبات أنه ليس حقيقة وليس مقدر لنا بالعيش بظروف لا يتوفر فيها أدنى حقوق للكرامة والحرية والعدالة. كما حاولت المرأة لفت النظر لفكرة تفشي العنف الجنسي ضد المرأة والمرتبط بنزاع الجنود الروس في أوكرانيا، الأمر الذي يمكن إسقاطه على الكثير من حالات العنف في مناطق الصراع في كل زمان وفي كل مكان، كما يحصل اليوم في جنوب السودان واليمن وليبيا، وكذلك جرائم العنف الجنسي في أثيوبيا، وجرائم الاغتصاب المستمرة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، مع الإفلات من العقاب وبلا نهاية تلوح في الأفق. كما أن مع تصاعد وتيرة الحرب تصاعدت معها معاناة النساء جراء الحروب الدائرة في أوكرانيا، وما يتعرضن له النساء في أفغانستان على يد حركة طالبان من التعصب والتطرف والحرمان من الحقوق، وأصدار يوميا قرار فيه ينتزع منهم حق الآخر، وفرض اللباس الشرعي عليهن، ووضعهن في بوتقة الانصهار، ونزع حرياتهن وسلب إرادتهن. كما ففي إيران مع مقتل الفتاة الكردية جينا أميني على يد الشرطة الأخلاقية بحجة عدم الالتزام بالحجاب الشرعي، هذا ما أدى إلى اندلاع ثورة قادتها النساء، وشملت جميع بقاع إيران، ونادت بشعارات جنجيان آزادي، المرأة الحياة الحرية. إن النظام المللي الفاشي صب جم غضبه
على المنتفضين، وإلى اليوم يقوم بقتل المتظاهرين، ومنهم النساء الذين بلغ أعدادهن بالمئات واعتقال الآلاف، بذلك رافضا كل انتفاضة وحركة للتغيير تطالب الحقوق للمرأة وتحقيق التحول الديمقراطي. كما أن الانتهاكات السافرة بحق الشعب الفلسطيني إذ يطال العدوان النساء والأطفال الذين هم دائما ضحايا في النزاعات المسلحة، كما أن المقاومة التي أبداها الشعب الفلسطيني في غزة في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي والتي راح ضحيتها العديد من الشهداء. كما تم استهداف الإعلامية شيرين أبو عقلة التي عملت بكل إخلاص وتفان من أجل شعبها، واغتيالها كان دليلا قاطعا على أن مرتكب هذا العمل لا يمت إلى الإنسانية والأخلاق بأية صلة. وكذلك الدولة التركية الفاشية التي تدعم الجماعات الإرهابية وتمارس الانتهاكات التي ارتقت إلى مستوى جرائم حرب وتدخل في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لنسف الأمن والسلام وتصدير أزماتها الداخلية وأبعاد النظر عن سياستها الدكتاتورية القائمة على كم الأفواه ومصادرة الحريات والقضاء على الديمقراطية وملاحقة الديمقراطيين في كل مكان، وتسعى بكل وسائلها لنسف إرادة المرأة الحرة، فقد قامت بمهاجمة جنوب كردستان وشينغال وسوريا وما ترتكبه من انتهاكات فظيعة بحق النساء في المناطق التي تقع تحت احتلال التركي في سوريا. وفي هذا العام كان هناك عنف ممنهج من قبل الدولة التركية باستهداف القياديات في منطقة شمال وشرق سوريا، كاستهداف القياديات جيان تورهلدان وروج خابور وبارين كوباني اللواتي حاربنا أعتى قوى إرهابية على وجه الأرض، وكذلك استهدافا لمشروع الإدارة الذاتية التي تبنته شعوب المنطقة بجميع مكوناتها، واستهداف إرادة المرأة الحرة على وجه الخصوص. فقد تم استهداف الشهيدة زينب محمد وشهيدات قوى الأمن الداخلي في عين عيسى، واستهداف مدرسة البنات في شموكة التي ذهب ضحيتها 5 فتيات في عمر الزهور، وكذلك استهداف الشهيدة ناجيهان الباحثة في علم المرأة بالرصاص الحي في إقليم كردستان في العراق. كما لم تكتفي الدولة التركية بذلك لتستخدم الأسلحة الكيماوية المحظورة دوليا في مناطق الدفاع المشروع في كردستان لتصفية حركة الحرية تحت غطاء وصمت دولي. وكذلك في الصحراء الغربية تعاني المرأة من ويلات الاحتلال من بطش وتعذيب واعتقالات واختطافات على يد المحتلين، ويمارس عليها أشد أنواع العنف في صمت مخزي من المنظمات الدولية، إلا أن مع مقاومة ونضال وإصرار من النساء المناضلات وصمود في وجه المحتل والسعي لتحرير الوطن رغم كافة أشكال الاضطهاد. ويعد العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات الاستراتيجية منتشر بعناية لكسر المجتمعات التي تستهدف نساؤها نفسيا، إذ أن أي جهة فاعلة تنشر العنف الجنسي كاستراتيجية حرب، إذ استخدم الغزاة الاغتصاب وسيلة للنهب والسلب واحتلال الأراضي، وأيضا الإبادة الجماعية والتطهير العرقي. وتستهدف المرأة عمدا في الصراعات المسلحة وبقصد محدد يتمثل في إلحاق الضرر بالمجتمعات التي تنتمي إليها والتي تتعرض للاستغلال خارج إطار الحملات العسكرية ودون خوف من المعاقبة. وأن ولادة كافة الثورات كانت نتيجة لكدح ونضال الشعوب وبشكل خاص نضال المرأة، فتطوير أي ثورة حقيقية في العالم وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على وجه الخصوص لابد أن يكون بطليعة المرأة، والسبب نابع من استنادها إلى ميراثها التاريخي واتخاذها كأرضية أساسية في تحديد سياساتها المستقبلية. فالمرأة اليوم تقوم بنضال قوي في جميع الميادين وكفاحها يمتد إلى آلاف السنين، فقد أبدينا مقاومة باسلة في أصعب الظروف، ونضالها اليوم هو استمرارية لتلك النضالات السابقة التي تمت، حيث كل الثورات التي اندلعت في الشرق الأوسط بطليعة الشعب والمرأة الكادحة وتميزت باستنادها إلى قوتها الذاتية، أي استنادها الثورات إلى إرادة خاصة وفكر خاص. فحقيقة نضال المرأة والمرأة في الشرق الأوسطية وشمال أفريقيا من ناحية مليئة بالآلام، ومن ناحية أخرى
صاحبة نتائج ثابتة، فهي صاحبة ثقافة تاريخية ومقاومة أنثوية، وأن العنف ضد النساء المنتشر بشكل واسع إنما يدل على الأزمة التي تعيشها الدول القومية المركزية والعنصرية والرأسمالية. فالمرأة المستهدفة هي المرأة الواعية المنظمة المدركة لحقوقها وتسعى للدفاع عنه. لذا ندين العنف ضد المرأة في كل مكان وفي كافة أنحاء العالم، وندعو إلى إنهائه بما في ذلك حالات الصراع. يجب أن نواصل العمل معا بلا كلل أو ملل لتحقيق المزيد من المكتسبات والإجراءات والقوانين لمنع العنف ضد المرأة والعنف الأسري، وإيجاد تدابير ملموسة لمنع هذا العنف. وندعو لتصعيد النضال في سبيل الحرية وخلق بيئة آمنة خالية من التمييز والعنف، وكما نطالب المنظمات الدولية للعب الدور المناط إليه لوقف هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب. مبادرة مناهضة الاحتلال وإبادة النساء من أجل الأمن والسلام.